جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شاب الصحابة. هذا البرنامج الذي يأتيكم من قناة راديو سلام. تذكيرا بطريقة البرنامج وسير الحلقة بإذن الله سوف يكون معنا كل يوم صحابي، واليوم للأسف هو آخر صحابي معنا في هذا البرنامج المبارك. ما عليكم سوى معرفة هذا الصحابي والإجابة عليه إما عن طريق الاتصال عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة، أو عن طريق الإجابة سواء في التعليقات في خانة التعليقات، سواء في صفحتنا على الفيسبوك أو في قناتنا على اليوتيوب. نستمع إلى تفصيل الجوائز مع أخي أنس. وبالمناسبة قبل ذلك نرحب بزميلي في التقديم أنس بيان. اهلا ومرحبا بك عبد الرحمن، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نذكر بآلية الجوائز كما هو معتاد. الجوائز طبعا تنقسم الى مسارين. المسار الاول مسار الاتصالات في الرقم الظاهر لكم في الشاشة الان، والمسار الاخر هو المسار الكومنتات والتعليقات في صفحتنا في الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. وقيمة المسار الاول الاتصال قيمة الجائزة $400، وقيمة المسار الآخر هو مسار التعليقات $350. لكن أخي عبد الرحمن للأسف هو اليوم الأخير نستقبل اتصالات المشاهدين ونستقبل تعليقاتهم. والله يا أخي يعني الموضوع شوية صعب علينا يعني. الله المستعان. نعم، هي آخر حلقة ولعلها بإذن الله يكون ختامها مسك، وإن شاء الله بإذن الله آخر حلقة وليس آخر برنامج مع مشاهدينا الكرام. ويعني هي آخر حلقة طبعا للأسئلة، لكن بيكون إن شاء الله معنا غدا حلقة أخيرة لمعرفة من الفائز في هذا البرنامج، ولكن هي آخر حلقة بالنسبة لاستقبال الأجوبة. وجعل بما أنها آخر أسئلة يا أنس، اليوم خليها على ما قالوا مباشرة ندخل في الصحابي دون الولوج في موضوع أو عنوان معين إلى الحلقة. مباشرة نذكر صحابي لهذه الحلقة. نعم، طبعا يا أنس كل الصحابة يعني عظام، ويعني أنت سبحان الله إحنا لما بدينا في هذا البرنامج احترنا نأخذ من ما شاء الله يعني. كل ما تختار موضوع تجد فيه آلاف مؤلفة من الصحابة الكرام الذين برزوا على شتى المجالات، سواء في العلم في الجهاد. فيعني يا ليت لو تبدأ بمقدمة بسيطة عن صحابينا لهذه الحلقة. طبعا اليوم يوم مميز طبعا لأنه آخر سؤال، فلذلك ستكون حلقتنا أيضا لابد تكون مميزة. فاليوم لن نذكر عنوان للحلقة، طبعا سندخل مباشرة. نعم كما ذكرت. نعم. لكن أخي عبد الرحمن دعنا ندخل في صلب الموضوع على طول ولا نطول المقدمة. نعم. كما قلت طبعا كما يعلم الجميع الصحابة جميعهم مسك وعنبر، وصحابينا يا عبد الرحمن من الخمسة الذين يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابينا الجليل لهذه الحلقة هو من الخمسة الذين يشبهون أو يشتبهون جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل المهاجرين إلى أرضنا الحبيبة أرض الحبشة، والتي كان فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. طيب أخي عبد الرحمن، ما رأيك بأن نقوم أو تحكي لنا قصة عن هذا الصحابي مع النجاشي؟ نعم، القصة هي باختصار عندما ضاق على الصحابة العذاب وضاقت عليهم السبل وأرادوا أن يجدوا متنفسا لهم، فعلموا كما ذكرت أنه في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد ولا وهو النجاشي، فذهبوا إليه. فلما علم كفار قريش، شوف عندما يتجبر الكافر يعني لا يريد أن ترتاح في مكانه ويريد أن ترتاح في أي مكان آخر. مجرد أنهم علموا أنهم في مكان ما في هذه البقعة ارتاحوا هؤلاء الصحابة أو وجدوا لهم مكانا، يعني ما ارتاحوا ولا ضاقت نفوسهم، واضطروا أن يرسلوا أدهى
قريش في ذلك الزمان، ألا وهو عمرو بن العاص، وهو من دهاة الصحابة، ويذكر أنه أيضا من دهاة العرب في ذلك الزمان، أرسلوه إلى النجاشي حتى يقنع النجاشي بأن يعني يعود ومعه هؤلاء الصحابة الكرام. فيقول هنا: لكن الملك العادل النجاشي أكد لعمرو بن العاص أنه لا بد أن ينادي على الصحابة ويسمع منهم. يعني النجاشي يعني عادل، هو ملك عادل، يعني ليس من الممكن ولا من المنطقي أنه أمس أنا أستضيف هؤلاء الصحابة وأؤويهم في بيتي، واليوم مجرد أن يأتي شخص مثل عمرو بن العاص على عظم مكانته في قريش أرسله مباشرة وأخون هؤلاء الناس الذين وثقوا بي وبأمانتي. فقال: أنا راح استشير الصحابة هؤلاء وأسمع منهم، بعد ذلك أقول لهم هل تريدون أن تعودوا مع هذا الرجل أم لا. نعم. أيضا عبد الرحمن، سبحان الله، عندما وصلوا أرض الحبشة جمع غفير كذا من الصحابة، صدروا واحد من الصحابة يتحدث مع ملك الحبشة النجاشي. فسبحان الله تقدم صاحبنا لهذه الحلقة جميل. الذي تكلم بأجمل الكلام وقال للملك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرجنا من عبادة الأصنام والعباد إلى عبادة رب العباد. فقال له الملك العادل: اذكر لي مما عند رسولكم. فقرأ له صاحبنا: شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وأخلاقا. سبحان الله، من شدة تشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قدموه، فتعتقد أنه من أجل أن يعتقد أنه سبحان الله نعم. فسبحان الله قرأ لهم ما تيسر من سورة مريم والتي أبكت النجاشي. قرأ لهم آيات من سورة مريم وأبكت النجاشي. سبحان الله. فقال جدنا النجاشي: إن الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقال: والله لا أسلمكم لهم أبدا، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. من هذا القصة نستفيد أنه صحابينا كان بعيدا عن أنه كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء خلقة أو خلقا، وأيضا يجمعه نسب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالمناسبة أحد الخمسة الذين كانوا يعرف أنهم من الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة تلتمس حكمة هذا الصحابي، وكيف أنه أنقذ جمع غفير من الصحابة بآيات بسيطة يعني آيات عظيمة عفوا، لكنها بآية آيتين وبكلام يعني منمق بسيط. يعني استطاع أن يقنع النجاشي على عظم قدره وجلالته. لا، يعني ما وصل إلى هذا الحد، بل النجاشي ذكر أنه الكلام الذي أو عفوا الكلام الذي جاء به رسولكم والكلام الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. يعني أنه هذا الكلام كما أن كلام عيسى عليه السلام حق، فإن هذا الكلام والله أنه الحق. فالنجاشي يعلم أنه هذا الكلام لا يخرج من بشر أبدا. يعني طيب سبحان الله يا عبد الرحمن. نعم. بركة القرآن سبحان الله، يعني استطاع أنه يعني يغير فكر النجاشي بآيات من القرآن الكريم، فهنا تظهر عظمة القرآن الكريم سبحان الله. نعم. أيضا لو نذكر يا أنس قصة استشهاد هذا الصحابي. يقول كان في معركة مؤتة، تمام، حيث أنه أخذ راية العمارة وعقد فرصة الشقراء. ولكن لعلنا قبل ذكر هذه المعلومة نستقبل أول اتصال معنا ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معي من تكلمنا؟ معك ناصر عثمان. ناصر عثمان، من تكلمنا يا ناصر؟ من سلطنة عمان. ما شاء الله، حياك الله وحيا الله أهلنا في سلطنة عمان. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ الله. الصحابي جليل جعفر ابن أبي طالب. الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. شاكر لك أخي ناصر. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. من معي ومن وين تكلمنا يا أخي الفاضل؟ معك نبيل أمين علي من إريتريا. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أستاذ نبيل أمين علي. تكلمني من إريتريا أخي نبيل؟ إيه نعم من إريتريا. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ إيه نعم، الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب.
الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله غدا. نستقبل اتصال جديد ونقول السلام عليكم. الو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الله وسهلا. عبد الرحمن. نعم نعم، من معي؟ كيف الحال؟ يا هلا والله. عبد الرحمن. يا هلا وسهلا. من وين تكلمنا؟ من معي؟ من وين تكلمنا؟ تسمعني؟ لعل الاتصال ذهب. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. لعل الاتصال الأول ذهب، يعني ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، أهلا وسهلا أخي. من وين تكلمنا ومن معي؟ عبد الملك القطب. عبد الملك القطب، حياك الله أخي عبد الملك. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الجليل الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب. من وين تكلمنا؟ من اسطنبول. من اسطنبول. شاكر لك أخي عبد الملك. نستقبل اتصالا آخر ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. من معي؟ علي جمال من اسطنبول. علي جمال من اسطنبول. أخي علي، هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله غدا بإذن الله. اتصال جديد نقول السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا مرحبا يا بطل. من معي؟ من تكلمنا؟ عبد العزيز أحمد علي. عبد العزيز حمد علي. عبد العزيز أحمد علي، حياك الله عبد العزيز. تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ جعفر بن أبي طالب. بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب. بطل عبد العزيز. عبد العزيز من وين تكلمنا؟ من الرياض. من الرياض. حياك الله يا عبد العزيز، وإن شاء الله بإذن الله تفوز معنا بالجائزة. دعنا أخي عبد الرحمن نستقبل اتصالا آخر نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. من معي؟ زبيدة سليمان. يا مرحبا، حياك الله أختي زبيدة. من وين تكلمين أختي زبيدة؟ ميس اسكتلندا. حياك الله أختي زبيدة. هل عرفتي الصحابية أو الصحابي لهذه الحلقة؟ الصحابي جعفر ابن أبو طالب. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله. اتصال جديد نقول السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا. من معي؟ من وين تكلمينا؟ فاطمة محمد أحمد من الخرطوم السودان. فاطمة محمد أحمد. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ أجل، الصحابي هو جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب. شاكر لك أختي فاطمة. الإخوة والأخوات، لا تذهبوا بعيدا. فاصل قصير ونعود إليكم. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. نرحب بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أخي عبد الرحمن، دعنا نستكمل حديثنا عن صحابينا الجليل لهذه الحلقة. وذكرت أنت أنه أو ما أكملت قصة استشهاده. نعم. هي ليتك تكملها الله يجزاك خير. جميل. هي كانت في غزوة مؤتة عندما حمل هذا الصحابي الجليل، وهو بالمناسبة صحابي كان شجاع في المعارك يهابه الأعداء، أخذ راية للمسلمين وأخذ يحارب وهو مسكن بها. تمام. فسميت وسمت فرسه كانت فرسه تسمى الشقراء، فكان على ظهر هذه الفرس، كانت الراية على يمينه ومتوغلا تجاه الأعداء، وكانوا في تلك المعركة يحاربون جيش الروم. فقطعت يده اليمنى، كان ممسكا بالراية بيدهما، فقطعت يده اليمنى، فأمسك بالراية بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى، فحضن حضن الراية بصدره حتى توفي رحمه الله. فقال قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يطير بجناحين في الجنة. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل يطير بجناحين في الجنة، فسمي بذي الجناحين، وهو يلقب بذي الجناحين لسبب هذه المعركة، وبسبب أنه ضحى بيديه وبأطرافه التي يستعملها لملاقاة الأعداء. لعلنا نستقبل أول اتصال بعد هذا الفاصل. نقول السلام عليكم. ترتيل نادر هاشم. الاسم مرة أخرى. الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. ودنا الاسم مرة أخرى. الاسم من وين تكلمينا؟ من السودان. الاسم. ترتيل نادر هاشم. ترتيل نادر هاشم. جزاك الله أختي ترتيل، ونتمنى لك حظا طيبا. نستقبل اتصال آخر. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا أخي الفاضل، من معي ومن وين تكلمنا؟ معك مهند طارق من السودان. مهند طارق من السودان، يا مرحبا، حياك الله يا مهند، ويا مرحبا بأهل السودان. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أتمنى لك حظا طيبا أخي مهند إن شاء الله غدا في السحب الأكبر. نستقبل اتصال جديد، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معي ومن تكلمنا؟ معك سامي محمد من اسطنبول. سامي محمد من اسطنبول، حياك الله اخي سامي. اذكر لنا الصحابي لهذه الحلقة يا سامي. أجل الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. جزاك الله خير أخوي سامي، يعطيك العافية. نستقبل اتصال آخر وضيف آخر. نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أخي، هل تسمعني؟ أيوة أسمعك. نعم. السلام عليكم. فوزية سعيد من الرياض. فوزية. وعليكم السلام ورحمة الله. فوزية سعيد من الرياض، حياك الله يا أختي فوزية. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ الصحابي، نعم، الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب. الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أتمنى لك حظ طيب يا أختي فوزية غدا في السحب الأكبر. نستقبل اتصال جديد، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي من تكلمنا؟ معك عبد الرحمن محي الدين من اسطنبول. عبد الرحمن محي الدين من اسطنبول، حياك الله أخي عبد الرحمن. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟
اي نعم، الصحابي الجليل جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. الصحابي الجليل جعفر بن ابي طالب. يعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن. نستقبل اتصال اخر وضيف اخر، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا، حياك الله. من معي؟ معك عبد الله عبد العليم من بريطانيا. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله اخي عبد الله. وحيا الله جميع متابعينا من بريطانيا. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة اخي عبد الله؟ اي نعم، الصحابي الجليل جعفر بن ابي طالب. الصحابي الجليل جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. اتمنى لك حظ طيب اخي عبد الله غدا. اتصال جديد نقول السلام عليكم. السلام عليكم. الو، تسمعني يا اخوي؟ الو. وعليكم السلام. يا اهلا يا مرحبا، من تكلمنا اخوي؟ من الرياض. الاسم؟ عبد الرحمن محمد عبده. عبد الرحمن محمد عبده، حياك الله يا عبد الرحمن. اذكر لنا الصحابي لهذه الحلقة يا عبد الرحمن. جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. شاكر لك يا اخوي عبد الرحمن، وان شاء الله باذن الله تفوز معنا بالجائزة. الى اتصال اخر وضيف اخر، نقول السلام عليكم. طيب يبدو ان الاتصال فصل اخي عبد الرحمن. دعنا اخي عبد الرحمن نستكمل حديثنا. وذكرت انه كان يلقب فكان بالجناحين. نعم. بذي الجناحين. ايضا من ضمن القاب يا اخي عبد الرحمن انه يلقب بابي المساكين، حيث كان يجود لهم بكل ما عنده. ولذلك عندما عاد الى الحبشه فرح لمقدمه كل اهل المدينه، واكثرهم سعاده كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومساكين المدينه الذي كان يتكفل بهم. نعم. لعلنا يا انس وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، ونحن حزينين لأننا لن نستقبل اتصالات ومشاركات مشاهدينا الكرام، ولكن بإذن الله كونوا على الموعد غدا. ولعلنا نختم حلقتنا لهذه الليلة يا أنس بهذه الأبيات التي قالها صحابينا الجليل. بالمناسبة الإجابة كانت هي جعفر بن أبي طالب. لعلنا خير ما نختم به هذه الحلقة هي هذه الأبيات التي قالها هذا الصحابي الجليل عندما كان في معركة الروم قبل استشهاده، يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها طيبة وبارد شرابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. تقبله الله في الصالحين والشهيدين، والحقنا بهم يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كونوا على الموعد غدا في الساعة 4:30 للسحب على الجائزة الكبرى والحلقة الأخيرة، وسوف يكون هناك ضيف مميز. كونوا على الموعد غدا في الساعة 4:30 بتوقيت إريتريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان، بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلق